الانسان ملي كيجي لهاد الحياه كيجي اعجز مخلوق في هاد الحياه، ما كيعرف لا يوقف لا يهضر لا يدير حتى حاجه، حرفيا عاله. وغتقول لي راه عادي، طفل يلاه تزاد، شنو بغيتي هنا يشطح؟ ولكن غير وقف معايا شويه وفكر، علاش بزاف ديال الحيوانات من الساعات الاولى كيوقفوا يتمشاو، وحنا الا ما هزناش شي واحد غنبقاو حتى نموتوا. الفرس مثلا كيتزادوا من بعد ساعات كيوقف على رجلو، القطه كدوز غير شي سيمانات كتخرج تصيد بوحدها. اما الانسان الا ما كانش شي واحد حداك ما تقدر لا تاكل لا تتحرك لا حتى تهدر راسك. علاش حنا مختلفين وشنو المعنى من هذا العجز؟ حيت الانسان فاش يلاه كيتزاد الدماغ ديالو كيكون غير مكتمل النمو العصبي. دماغك كيكون الحجم ديالو الربع ديال حجم دماغك دابا، يعني فاش كتكبر دماغك الحجم ديالو كيتضاعف 4 ديال المرات. والمساله هنا ما بقاتش غير في الحجم، اغلب الوظائف الاساسيه والمعقده اللي كتحتاجها دابا كتكون باقي ما تشكلات. البلايص في الدماغ اللي كتخليك تتحكم في مشاعرك، تستوعب الامان من الخطر، تخزن الذكريات، كامله كتكون باقي ما خداماش. الدماغ كيكون عنده الوظائف الاساسيه ديال البقاء، يعني كيفاش تنفس، دقات القلب، البكاء، النعاس، هاد الامور الاساسيه اللي كنديروهم بشكل تلقائي. ولكن ما كيوصلش حتى كيفاش نتحكموا في مشاعرنا، الذاكره، اللغه، الاحساس بالانا، الفهم والاستيعاب ديال الامان والخطر. والطفل كيتزاد الحجم ديال دماغه صغير ماشي غير هكاك عشوائيا. الا الدماغ ديال الطفل بقى كيكبر في الرحم ديال الام ما غيقدرش يخرج في الولاده، فبسبب هاد الشيء الطفل كيتزاد صغير وغير مكتمل النمو.